السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا باشمهندسين، عاملين ايه؟ ايه الاخبار؟ ان شاء الله تكونوا بخير. النهاردة هتكون السيشن التالتة من كورس السوليد ووركس CSWA، وهي هتكون سيشن دسمة شوية. بص يا سيدي، احنا عندنا النهاردة حاجتين، حاجة اسمها قدام كابلينج وحاجة هناخدها من السامبل اكزام. قدام كابلينج عبارة عن شوية بارتس هنرسمهم، بعد كده هنعمل لهم تجميع assembly، وبعد التجميع هنعمل لهم ايه؟ drawing. جميل. تعالوا واحدة واحدة نفهم ايه قدام كابلينج. ده الدرونج شيت بتاع البارتات كلها. انا عندي مبدئيا 6 بارتات هنا في التيبل اوف بارتس. عندي فلانجة 1، فلانجة 2، سلايدر، شافت 1، شافت 2، والكي. عندي النمبر اوف بارتس، كل بارت في منه يعني في كل بارت في منه عدد بارت 1، والكي في منه 2. وعندي الماتيريال زي ستيل بوليمر، ستيل. جميل. عندي الفلانجة 1، فلانجة 2، الاتنين شبه بعض. شافت 1 وشافت 2، الشافت احنا عارفين ان هو عبارة عن ماسورة حديد. السلايدر ده واضح جدا ان هو هيربط بين الفلانجة الاولانية والفلانجة التانية، والشافتات دي هتركب، واحدة هيركب في الفلانجة الاولانية، يعني هنا مثلا عندنا 25 وهنا 25، فدي هتركب، الاربعة هيركب في 1 و5 هيركب في 2، وكلهم هيتجمعوا على 3. طيب فين الكي؟ الكي عندي مش مرسوم، ومش يعني ممكن لوهلة انت تقول ان هو مش موجود له مكان. لا، هو موجود له مكان هنا اهو، وهنا قاطع في الشافت عشان الكي هنا هيربط بين الشافت وبين الفلانج. طيب الكي مش مرسوم ليه؟ انا هرسمه ازاي طالما هو مش مرسوم؟ ببساطة الكي هو كاتب لي الدايمنشن بتاعته 10 في 10 في 30، يعني هو عبارة عن مربع 10 في 10 وممدود معمول له اكسترود 30 مللي زي ما خدنا المرة اللي فاتت، وهو عبارة عن 2 بارت. جميل. ده بالنسبة قدام كابلنج. طب الاتنين لما يركبوا قصاد بعض، ده وظيفته ايه؟ قدام كابلنج هنا وظيفته ايه؟ انا مثلا عندي، ده بيبقى شكل المنظر بتاع قدام كابلنج. انا عندي مثلا هنا شافت، دي فلانجة، وده سلايدر، شافت بتاع الناحية التانية، الفلانجة بتاع الناحية التانية والشافت. تمام. هتلاقي ان هو عبارة عن انه بينقل حركة من مكان ما لمكان تاني. المكان ده ما بيكونش على نفس الخط، يعني بيبقى مس الاينمنت، وبالتالي الشافت هنا بيبقى في مكان والشافت هنا بيبقى مكان تاني. ممكن يبقوا الاتنين على نفس المستوى، ممكن ده يبقى على مستوى وده على مستوى تاني خالص. دي برضو ممكن تبقى صورة توضح لك اكتر القدام قبل. يبقى فيه دريفن شافت وبيبقى فيه درايفر شافت، وده السلايدر ودي الفلانجة ودي الفلانجة ودي الشافتين. تمام. ده عبارة عن بيرنج عشان يمتص اهتزازات الشافت لما بيجي يلف. جميل. هو بينقل حركة من فوق لتحت، وممكن كمان ينقل حركة من فوق لتحت وما يكونوش على نفس المستوى. يعني مثلا هنا بتتحرك على السلايدر لجوه وبره الشاشة، وهنا نفس النظام، فممكن كمان ما يكونوش على مستوى واحد. فالشافت بيبقى عبارة عن انه بينقل، القدام كابلنج عبارة عن انه بينقل حركة. جميل. طيب هنبدأ نرسم فيه. نرسم ازاي؟ مبدئيا انا عندي البارت الاولاني هو عبارة عن فلانجة. الفلانجة دي زي ما انت شايف كده عبارة عن شكل دائري، طالع منه شكل دائري تاني اللي هو الجزئية دي، ومعمول له اكسترود جوه الشكل. جميل. مديني الدايمنشن بتاعت كل دايرة، مديني المربع اللي هو اللي هيركب في السلايد. ده هيركب في السلايد، يبقى ده معمول له اكسترود، ده عبارة عن مستطيل هيركب في السلايد، مستطيل مش مربع. وهنا الحتة بتاعت الكي عبارة عن 10 سنتي طول، من 5 فوق و5 تحت السنتر لاين ده. فهيترسم ازاي؟ والله انا ممكن ارسم الجزئية من هنا عادي، ارسم الشكل ده من التوب او من السايد فيو، او من الفرونت ممكن ارسم الربع ده واعمل له ريفولف، يلف حوالين السنتر لاين ده، ويبقى بالنسبة لي هو اترسم، الفلانجة كلها اترسمت. بس في هنا هنت، انا مش هقدر ارسم ده لان انا مش عايزه يلف مع بقية الشكل. انا مش محتاج ان الجزئية دي، لان الجزئية دي مستطيل، فانا مش محتاجها تلف مع بقية الشكل تبقى دايرة. لا، انا هرسم الربع اللي بره ده، الربع ده
لحد هنا كده الخط ده، وبعدين هرجع ارسم على الوجه من هنا كده وارسم عليه مستطيل واعمل له اكسترود. تعالوا نبدأ. هنفتح السوليد، كده وهندوس بارت جديد. نبتدي نشتغل على الفرونت سكتش. اول حاجه نعملها هيكون سنتر لاين كده، ده اللي هنعمل حواليه ريفولف، ونرسم الجزئيه دي. تمام. والله احنا ممكن نعملها كده، هنا كده، ونقفل ونبتدي ندي الدايمنشن بتاعتنا. الجزئية دي 20 ملي. قبل ما تبتدي تشتغل اتأكد من الدايمنشن، مليمتر جرام سكند. كلها 50 من أول هنا لحد الآخر، 50 ملي. نبتدي نحط بقى الدايمنشن هنا مثلا ده 25. لو جيت خدت بالك هتلاقي ان لما بتيجي تدوس على لاين او لينك وتيجي تدوس على السنتر لاين بيفهم ان هو ايه، عبارة عن قطر او نص قطر. تمام. ده كمان هيكون من الوجه ده بقى، ده هيكون فاي 50، والدايرة الكبيرة هتكون فاي 100 ار 50، فهتبقى فاي 100 كده. الفلانجة بالنسبة لي اترسمت. هبتدي اعمل لها ريفولف، فيتشر ريفولف، وهو اختار السنتر لاين لوحده لان هو مفيش غيره اصلا هيلف حواليه بس. فبدوس اوكي، وادي الجزء الاولاني من الفلانجة اترسم. بعد كده هرجع على الوجه ده اللي هو ده، وهرسم عليه البروز ده عشان ده اللي هيركب في السلايد. فهاجي هنا وادوس نورمال 2، وهبتدي احدده وادوس سكتش، يبقى ده سكتش 2. وهاجي مثلا عند السنتر ريكتانجل وابتدي ادوس ريكتانجل كده. بيقول لي ان البعد بتاعه 14، فانا هديله البعد بتاعه 14. هنا اكتب 14. لو جيت عملت اكسترود كده هيعمل له اكسترود كله. ولو جيت خدت بالك هنا، هو هنا ده مستطيل، فاللاين ده عبارة عن vertical line، فلما تيجي تعمل له هنا هيبقى مماثل الدايرة، فهيبقى في حاجات بارزة كده طالعة. يعني مثلا انت لو جيت عملت كده، انا فاتح سمارت دايمنشن، نقرب كده اللاين ده. بص لو جيت عملته كده هتلاقي ان في حاجات هنا هتطلع زيادة مع الاكسترود بتاعك. فالمفروض دي حلها ايه؟ والله دي حلها بسيط جدا، هنعمله سوا دلوقتي مع بعض. هتيجي عند الدايرة دي وتقوم عامل دايرة بنفس الار بتاعت الفلانجة، وتمسح كل اللي بره ده اللي انت مش عايزه بقى. وكمان هتعمل دايرة هنا عشان لو جيت مسحت الحاجات اللي تحت دي والدايرة دي مش موجودة. يعني احنا اتفقنا ان تريم بتمسح اي لاين بين نقطتين، اقرب نقطتين لبعض. يعني لو جيت عملت كده تلاقي النقطتين دول اتمسحوا، كل النقط دي اتمسحت اهي. جميل جميل. وكل اللي فوق ده انا مش عايزه برضه، واللاين ده مش محتاجه خلاص. اللاينات دي كانت بتحدد الايه، الشكل من جوه زي الفل. اللاينز اللي بره دي كمان انا مش محتاجها. جميل جدا. وكمان اللاينز دي انا مش محتاجها. وهبتدي برضو اكد على ده انه 14 هو تمام، هو نفس اللاينز بتاع المستطيل الاولاني، فهو ايه 14. وعشان ااكد ان كلهم على نفس السنتر ممكن ارسم كده، ارسم سنتر لاين كده
vertical، وابتدي اخد، او مش مهم ممكن مرسموش مش هتفرق كتير قوي. ابتدي اخد النقطة دي كنترول مع الاوريجين كنترول مع السنتر دي كنترول، وابتدي اخليهم كلهم vertical كده. هما كلهم اتحددوا بنفس المنطق. هخلي النقطة دي ميد بوينت دي مع النقطة دي وانا دايس كنترول، واخليهم هما كمان vertical. هتلاقي ان الشكل مش fully defined قوي، مش تفرق كتير. المهم انه ايه، انه 14 ملي عرض في النص بالظبط، وانا اتاكدت انه في النص بالظبط لان هما vertical مع الايه، مع الاوريجين. وهنا هو عبارة عن كورديال مع الارك ده، الارك ده كورديال على الدايرة، ونفس النظام الارك ده. تمام تمام. بس وهبتدي اعمل له اكسترود، والاكسترود بتاعه عبارة عن 7 ملي. هاجي عند فيوتشر اكسترود والفه كده 10، لا انا عايزه 7، وادوس اوكي. وادي الفلانجة الاولانية اتعملت معايا. جميل جميل جدا. كده احنا رسمنا الفلانجة. كده فاضل مكان الكي. طب هاجي هنا على الوجه ده وهدوس سكتش، وهبتدي ارسم مكان الكي. تمام. وهو قال لي 10 في 10 في 30، فهرسم هنا 10. جميل. واتفقنا ان هنا هي هنا نفس الريليشن ايكوال. وهبتدي اعمل له اكسترود كات لحد الاخر، لان هو جاي لحد الاخر هنا اهو. جميل. جاي هنا لحد الاخر. عند future extrude cut، وهقول through all. هي جت through all push مش مشكلة، through all مش هتفرق، الاتنين واحد بس. وهدوس اوكي. وادي الايه، مكان الكي اتعمل. عايز تتأكد ممكن تيجي تبص هنا على الشكل ده، هتلاقي الشكلين زي بعض. بس طبعا عشان هنا هو شايفها من الوجه ده، فانا ممكن اقلبها. اجي ادوس هنا وادوس نورمال، هتلاقي ان الخط ده داشت والدوائر كلها باينة. بس في هنا مشكلة، وهي هنا مكان الكي الناحية التانية العكس. فدي بسيطة وسهلة، كويس انها حصلت عشان اقول لكم ازاي تعدلوا في الايه، في البارتات. هنا ده الكات والسكتش بتاع الكي. فانت سهلة جدا تيجي تعمل السكتش. جميل. هتاخد النقطة دي، هتلغي الكونسلنس ده، وهتلغي الكونسلنس ده، وهتاخد النقطة دي في كونسل التالت. ناخد الكونسل ده ونلغي الكونسل ده، وناخد النقطة دي نخليها هنا كده، وناخد ده كله نخليه هنا كده. نلغي كمان النقطة دي مش مشكلة. على النقطة دي اللي هي الميد بوينت تبقى كونستنت. بس انا كده نقلت المستطيل كله الناحية التانية، وعدلت في السكتش بتاعي عشان يتظبط مع الايه، مع الشكل. تمام تمام. مجرد ما هطلع بره السكتش الكات هيتنقل الناحية التانية. جميل. ده بالنسبة لي الكات. عايز اشوف بقى الشكل زي ما هو موجود، هتلاقيه اتظبط بالنسبة لك. تمام تمام جدا. قبل بقى ما نعمل سيف
هنظبط الماتيريال. هو قال ستيل، فانا هاخد ال AISI ستيل اللي هو 1020، وهدوس ابلاي وادوس كلوز. فده بقى الشكل بتاعه. ندوس كنترول اس عشان اسيبه، وهكتب فلانجة واحد، وهاجي عن بارتس وادوس فلانجة واحد. طبعا انا كنت مسيب البارتات دي قبل كده، فهاجي عند فلانجة واحد وادوس سيف، وبس كده. طيب تعالوا بقى نبص على الفلانجة التانية. الفلانجة التانية عبارة عن نسخة من الفلانجة الأولانية، ولكن بدايمنشن متغيرة شوية. الدايمنشن ايه اللي متغيرة؟ هي الدايمنشن بتاعت الهول بتاعت 20 ملي، ولكن مكان الكي زي ما هو، لأن هو شايف من هنا كده. ليه شايف من هنا كده؟ هقولك. شايف الدايرة الصغيرة دي عبارة عن داش لاين، معنى كده ان الدايرة اللي هي الدايرة التانية اللي هي الفاي بتاعتها 50، اللي هي الخط بتاعها ده عبارة عن داش لاين، يبقى هو شايفه من ورا، هو مش شايفه سوليد، هو شايفه داش. وبالتالي مكان الكي يمين زي مكان الكي هنا بيبص عليها من الناحية التانية، فالكي مقلوب. هنا بيبص عليها من الظهر، فهو نفس مكان الكي. فاحنا هنغير بس حاجة واحدة فقط لا غير، وهو طول الهول، قصدي الدايمتر بتاع الهول. فبالتالي انا ممكن اعدل على السكتش ده، اجي عند ريفولف وادوس edit sketch، واجي عند الدايمنشن ده واقول عليه واكتب عليه 20 وادوس اوكي بس، وادوس اوكي واطلع بره السكتش، هيعدل لي الهول على طول. في مشكلة تانية ظهرت، وهي ده مش جاي على الخط بالظبط. دي هنحلها ازاي؟ بسيطة جدا وسهلة. هتيجي برضو عند الاكسترود التاني وتعمل edit sketch، وتيجي عند ده اللاين ده وتقول ان هو كورديال مع الدايرة دي، فهيطلع لفوق ويبتدي يعمل له ايه؟ اكسترود بس لفوق. ما تيجي تخرج بره السكتش هتلاقي الاكسترود اتمد معاك لحد الاخر اهو، تمام زي الاولاني بالظبط كده. تعال نبص من الناحية التانية. تعال نتأكد بقى. هتلاقي الدايرة دي داشت وكله سوليد، مظبوط تمام. وهو نفس الستيل. اعمل لها سيف بقى ازاي؟ والله جاي عندي فايل، بدل ما اعمل سيف هعمل سيف از، وهكتب دي فلانجة 2 فايل البارتات، وابتدي ان انا احفظها فلانجة 2 كده. انا ما عملتش الفلانجة من اولها، استخدمت تعديل على البارت الاولاني عشان اعمل الفلانجة التانية اللي هي تعتبر هي يعني. بس كده ده بالنسبة للفلانجات. تعالوا بقى نشوف الشفطات. الشفطات هيبقوا بنفس الطريقة، هيبقى عبارة عن دايرة 20 ملي، والدايرة دي معمول لها اكسترود 100 ملي، ومقطوع منها 30 ملي عشان الكي. وهنا هو مش مديلك الطول، اقول لك تاني ليه؟ لان اصلا الكي عبارة عن 10 في 10 في 30، فانت هتيجي عند النقطة دي مثلا وتعمل مستطيل او مربع 10 في 10 وتمده 30 ملي. تعال نرسم كده الشفط رقم 4. هندوس بارت ونيجي عند الفرونت، هنرسم دايرة الار بتاعتها، الفاي بتاعتها 25، ونعمل اكسترود 100 ملي. اكسترود يفضل يبقى ميد بلين، وادوس اوكي
ثم بعد كده هاجي هنا عند الوجه ده وهرسم سكتش. السكتش ده هيجي من اول النقطة اللي فوق دي اللي هي الميد بوينت، وهيبقى 10 في 10 سوري، وهيبقى 10 في 10 وهيبقى 10 في 10. ندي دايمنشن لده على طول بقى. 10 مش 100 سوري معلش. يبقى 10 في 10 كده. تمام. وهنبتدي نعمل له كات 30 مللي بشكله بالمنظر ده كده. 30 مللي. دوس اوكي وهيبقى ده المنظر بتاعه كده. جميل. ده الشافت رقم بارت رقم 4 اللي هو شافت رقم 1. طبعا الماتيريال ستيل برضو، فهنختارها نفس الستيل بتاعت الفلانجة. دوس اوكي سيف. شافت 1 في البارتات هتلاقي شافت 1 هنا اهو. جميل جميل جدا. بنفس الطريقة هنبتدي ان احنا نعدل على الشافت ده. شايف هنا هنبتدي نعدل دي، هتبقى 20 بس كده، بقت 20 ملي كده، بقت 20 ملي بس. هنعمل ريبيلد بس عشان يأكد لي ال20 بتاعتي كده. دي بقت 20، ولو جيت دوست على اللاين ده تلاقي الراديوس 10، فكده ايه هي اتظبطت بقت 20. وهنيجي نعمل فايل سيف از ونكتب شافت 2 وهتلاقي شافت 2 هنا كده اهو. بس ده بالنسبة للايه للشفتات. تعالوا بقى نرسم الكي بسرعة كده وبعد كده نرجع للسلايدر. هنرسم الكي ادي الدايمنشن 10 في 10 وهنمده 100 ملي. نخليها ميد بلين. دوس اوكي وهنمده 30 ملي سوري 30. تمام. فالاكسترود ايديت فيوتشر. كويس ان الحاجات دي بتتعمل عشان تاخدوا بالكم من الايه من ان انتوا تقدروا تعدلوا يعني من على البارتات وكده. تمام. وهنخلي الماتيريال برضو عبارة عن ستيل 20 10 20. تمام. سيف كي بنفس الطريقة خلاص. تمام. وبعد كده بقى ايه نبتدي نشتغل على السلايدر. مبدئيا قبل ما نشتغل على السلايدر محتاجين نبص عليه ونركز شوية. السلايدر هنا عبارة عن شكل دائري، باين جدا ان هو شكل دائري، وفي بروز هنا وفي بروز هنا. طب هل ده بقى بروز ولا عبارة عن كات جوه السلايدر؟ مبدئيا لو انت فاكر احنا عملنا الاتنين فلانج. الفلانج عملناهم عن بروز، الحاجات اللي هتركب في السلايدر عبارة عن بروز. فبديهيا جدا هتلاقي ان السلايدر جوه هتلاقي ان السلايدر في الرسمة عبارة عن كات، يعني هندخل جوه 7 مللي. طب انا اعرف منين؟ دي شكلها بارزة قوي. هنا الرسمة خداعة شوية. هنا لو انت خدت بالك هتلاقي ان هنا في داش لاين. طب الداش لاين ده عبارة عن حاجة انا مش شايفها يعني في الرسمة او في الحقيقة من الوجه ده، وبالتالي ده عبارة عن خط جوه. فدي لجوه من النص من الحتة دي لجوه. هو كمان بقى باصص من هنا، فدول 2 solid lines، وهنا داش. ده لجوه مش لبره. لبره لو هي لبره انا ممكن هشوف ده عادي، مش هيبقى مخفي بالنسبة لي، هيبقى خط ظاهر. انما ده خط مش ظاهر. يبقى دي لجوه اللي هي دي، ودي كمان لجوه بالداش لاين ده. فهنبتدي نرسمهم عادي جدا ونعمل كات بالطول وكات بالعرض من الناحيتين. يلا بينا. هشتغل على الفرونت. هعمل دايرة. الدايرة دي عبارة عن قطرها عبارة عن 100 ملي.
وهعمل لها اكسترود 16 زائد 7، ونعمل بعد كده كات 7 وكات 7. فاحنا اتفقنا هنديلها بقى دايمنشن. الدايمنشن ده هيبقى 100. تمام. وهنعمل لها اكسترود 16 زائد 7، دي هتبقى 23 تقريبا. تمام. وهنخليه 100 بلين وندوس اوكي. تمام. هنبتدي نشتغل على وجه الفرونت بالطول. فادي الوجه الفرونت. هبتدي اعمل هنا سكتش على الوجه ده، بس هو كده مختارش الوجه ده. هو كده انا هعمل سكتش في الايه، في الوجه اللي في النص. انا مش عايز السكتش يبقى هنا، فانا هخرج من السكتش، هدوس على الوجه ده الاول وبعد كده ادوس سكتش. كده هو انا برسم على الوجه ده. تمام. فهبتدي ارسم سنتر ريكتانجل، والعمق العرض بتاعه 14 كده. ومش محتاج بقى ان اعمل زي ما عملت في الفلانجة يعني. ليه؟ لان انا هكات اصلا جوه، فانا ممكن اكات على طول بقى فيه بعمق 7 مللي. هتلاقيه عمل كات فيه 7 مللي بالمنظر ده. هاجي بقى عند الوجه التاني اعمل فيه كات بالعرض، سكتش عليه، وهعمل سنتر ريكتانجل ولكن بالعرض. هديله نفس الدايمنشن 14 برضو عشان يركب في الفلانجة، وهديله كات بعمق 7 مللي نفس العمق، وهتلاقيه اتعمل له كات اهو. طب تعالى نتأكد. هتيجي عند الديسبلاي ستايل بالمنظر ده. ده الفرونت. كنترول 1 2 3 4 3 4 اهو نفس الشكل ده. كنترول 5 6 7 ده ايزومتريك. تمام. نديله دايمنشن. هو اتفقنا ان الدايمنشن بتاعه نديله قصدي ماتيريال، واتفقنا ان الماتيريال بتاعته بوليمر. اي حاجه بولي هتبقى بوليمر يعني. ماشي، يبقى بولي ايثيلين كويس كروس لينكد، يبقى بالمنظر ده. بس بدوس سيف. هيبقى ده السلايدر. سيبه في البارتات وهتلاقي السلايدر هنا كده. جميل.